بص يا باشا، ما تسمعش كلام اي حد انت مش عايز تبقى زيه. هديك مثال: حد تخين جاي يقول لك انت محتاج تتدرب كل يوم، محتاج تاكل صح، مش محتاج تعمل ايه، مش عارف ايه اللي انت محتاج تعمله. هتصدقه؟ هتسمع كلامه؟ اكيد لا. انت لو هتسمع كلامه انت يعني غبي. معلش بس انت غبي لو هتسمع كلام حد زي ده. انت محتاج تسمع كلام حد مثلا ان يعني فورمه، مثلا عنده عضلات، عنده ان جود شيب، يعني لازم يكون هو موريك اللي هو يقدر يعمل كده. ما انت مش تيجي هتجيب حد في الشارع، يعني مش اي حد ضده، اي حد في الشارع غلبان وكده هتسأله ازاي يعمل فلوس؟ لا. خد كل حاجة حد بيقولها لك بقى كأنها عارف الملح، كأنها حتة ملح، حطها في دماغك كده، ما تفضلش تفكر فيها. انا كنت بفكر في كل حاجة حد بيقولها لي، كنت واخدها كأنه 100% صح. بس لما فكرت هو اللي قدامي ده موريني اللي هو كذا وكذا وكذا، يعني مثلا اللي قدامي ده بيقول لي انت محتاج تبقى طيب اكتر. هو طيب اكتر؟ هتاخد نصيحة من حد مش طيب على ازاي تبقى طيب؟ لا. بص على قدامك قبل ما تاخد اي خطوة، تسمع كلامه. عشان انا كنت بصدق زي ما انا قلت لك، بصدق. وساعات كنت افكر هو قال لي اعمل كده بس انا عايز اعمل كده. وانت على فكره لو سمعت كلام نفسك، انت في عند كل حد في حته من جواه كده تقول له المفروض يعمل حاجات صح وكذا وكذا وكذا. انت لو سمعت كلام نفسك، كتبت جدول لنفسك، ومثلا قلت لنفسك هتتمرن، هتذاكر، مش عارف هتاكل صح، 100% بالتدريج هتوصل للي انت عايزه. تخيل، انت مش لازم تسمع كلام حد، اسمع كلام نفسك انت وهتوصل للي انت عايزه. اكيد في حته بتقول لك لا، المفروض ما تشربش الحاجه الوحشه دي، ما تاكلش الحاجه الوحشه دي، ما تعملش الحاجه الوحشه دي. انت لو سمعت كلام نفسك هت... هتوصل اللي انت عايزه. فصدق نفسك، وما تخليش دماغك تسرحك في حاجه مش كويسه. فاسمع كلام نفسك، وخد كل حاجه حد يقولها لك بطريقه كأنها حته ملح صغيره كده، حطها في دماغك. ما تركزش فيها قوي، او تركز فيها لو هو موريك اللي هو عنده الحاجه دي، عنده مثلا فورمه فتاخد منه ازاي، هو انت مثلا مش فورمه، تاخد منه هو نصيحه ازاي تفورم. فبس كده، انا اللي عايز اقوله. ان شاء الله توصل لاهدافك يا عم.